ما هي ساعات وتجري مباراة مصر والكونغو. مباراة لا تقبل القسمة على اتنين. مباراة كل الناس بتتكلم عنها إنها تخلو من كل السلبيات الثلاث مباريات الماضية. إذا كانت موزمبيق ودعوات الملايين سبب في وصول منتخب مصر بدور ال16، فبالتأكيد الكرة الآن في ملعب المنتخب. الأمر محتاج تركيز السيد فيتوريا، ما يسرحش، ما يقفش على الخط وهو تايه أمام أي موقف صعب. محتاجين التخلص من مطبات حجازي وعبد المنعم. كل الناس بتطالب إن يحصل تغيير في الموقع الاتنين اللعيبة دول، لكن مفيش شك إن استمرارهم أفضل بكتير من تغيير أحدهما. وقعوا المنتخب في مطبات كتير، أعتقد إن هي لابد من الوقوف امامها، لان تكرار واحده منها كره تفلت بين الاثنين معناته جون، هتبقى الدنيا هتتكركب والدنيا هتمشي في سكه مش ولا بد. محتاجين كمان ان الفريق بشكل عام يخلوا من باله من المقالب. كم من مقلب تعرض المنتخب في الجولات الثلاثه، واظن ان كان اسوأ مقلب هو الجون اللي دخل مرمى الشناوي في الثواني الأخيرة من مباراة الراس الأخضر. كل الدلائل تشير لفوز منتخب مصر. الفروق كبيرة جدا بين الفريقين، لكن سيحلو لبعض المحللين والفتايين إن هم يقولوا كم من منتخب كبير خرج. يعني إيه المشكلة إن كان مصر يتعرض لبعض المشاكل؟ لما نيجي نبص فرق كتير كتير خرجت، وتبقى دي مبرر أمام منتخب مصر النهارده انه اي شيء يحصل يمكن تبريره، ده ما يتفقش مع الفرق الكبيره. واعتقد منتخب مصر فريق كبير، اي انه الخروج بثلاث نقاط من الجولات الاولى، بثلاث نقاط فقط. احنا عايزين 3 نقط، شعلة واحده قدام الكونغو عشان المنتخب يكمل مسيرته، والا سيكون الحساب شديد جدا جدا، مش بس لفيتوريا وللعيبه، لكن لاتحاد الكوره اللي بكل اسف بيتفرج بقاله مده وما عادش ينفع يتفرج كتير. شكرا لحضراتكم.